البراندنج. دايما لما بنسمع كلمة براندنج أو هوية بصرية دايما دماغنا بتروح للوجو والفيجوال ايدنتيتي. هي فعلا حقيقية. جرافيك ديزاينرز اللي بيفكروا بالأسلوب ده أنت بتفكر صح، لكن الكلام كله ناقص. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الفيجوال ايدنتيتي هي شيء مهم، جزء لا يتجزأ من الهوية البصرية بتاعتنا، أو الفيجوال ايدنتيتي بتاعتك اللي أنت هتبنيها هي جزء اللي بيترجم المسج أو الاستراتيجية اللي اتبنت عليها البراند. لكن لازم تبقى فاهم ان انت عشان تبني فيجوال ايدنتيتي قوية لازم تبقى فاهم يعني ايه استراتيجية، ولازم يعني ايه براندنج من الاساس. عشان كده احنا بنينا كورس هنتكلم فيه يعني من اول لما نبدأ في الاستراتيجي بتاعتنا لحد ما تبدأ تجمع المود بورد الاساسية بتاعة البراند بتاعك، لحد ما نبدأ نعرف هو ليه هنختار اللوجو بتاعنا، وبعد كده ناخد الستيب اللي انت عارفها دايما اللي هي الايدنتيتي. طيب هل ده بس اللي احنا المفروض نفكر فيه؟ لا، هو المفروض ان انت تبدا البراند استراتيجي. البراند استراتيجي هي جواها حاجات لازم تبقى فاهمها كويس. ايه هي؟ بكل بساطه خلينا نبقى ايه المخرجات او ايه اللي انت هتستفاده من الكورس ده. اول حاجه لازم تبقى انت فاهم يعني ايه بريف للبراند، لازم تعرف شويه اسئله تسالها للكلاينت اللي جاي لك، او خلينا نتكلم على الاونر نفسه. الاونر نفسه لازم يبقى عارف او حاطط في تفكيره مجموعه من الاسئله عشان يرد هو عليها ويرد على الشخص اللي هيشتغل ليه براندنج. تاني حاجه لازم يبقى فاهم البوزيشن بتاع البراند بتاعه، لازم يبقى عارف هو فين في السوق. هل هو رايح لسوق جينزي مثلا، للجيل الصغير؟ هل هو بيبيع لناس كبيرة في السن؟ هل المنتج بتاعه التارجت بتاعه أكتر من فئة؟ هل التارجت بتاعك النساء بس؟ هل التارجت بتاعك النساء بس فئة كبيرة من السن؟ فلازم تبقى انت ككلاينت او الشخص اللي هيشتغل على البراند لازم يبقى فاهم ده قبل ما هو يروح يعمل مود بورد محترمة ويبدأ يشتغل على اللوجو. انا لما بشوف مود بورد شكلها حلو وشيك، ده ما بيقولش ان انت فاهم براندنج، ده معناه ان انت فاهم فيجوال ايدنتيتي بشكل قوي. فعشان تفهم براندنج صح انت بتجمع المود بورد على اساس ايه؟ في الكورس ده انا هشرح لك ايه الاساس اللي المفروض تبنيه عشان تعرف تدور على مود بورد محترمة تقدر تفيد البراند قبل ما انت تطلعه بشكل كويس. كذلك برضو هتكلم على الكالر، يعني هتكلم على كل حاجة، هتكلم على البوزيشننج، هتكلم على المود بورد ازاي تمشيها، هتكلم كمان على الكالر باليت ازاي تطلعها، التايبوجرافي المفروض يبقى ماشي شكله عامل ازاي، التون اوف فويس بتاع البراند، المسجنج المفروض يبقى شكلها عامل ازاي، اللوك اب فيل بتاع البراند كله يبقى شكله عامل ازاي، اللوجو كونسبت من اول بقى ما نبدا من اللوجو كونسبت بالفايريشن بتاعته، بالبراند جايد لاين، بالبرزنتيشن، بكل حاجه. كذلك برضو انا بتكلم هنا على البراندنج بكل اشكاله، فهنتكلم عن انواع اللوجوهات، فكره اللوجو نفسها، تنفيذ اللوجو. مش بس هقعد اكلمك كلام انشا، انا طبيعي همنشن بشكل اكاديمي الكتب اللي ممكن تساعدك، وهنجيب وهنقتبس منها الحاجات اللي هتقدر تفيدنا. لكن اهم حاجه ان انا هبني قدامك هويه بصريه، هبني قدامك من الاول. يعني خلينا نبدا من الاول. انا هقول لك يعني ايه براندنج، هكلمك على البيزنس وازاي ازاي تفهم قبل التصميم تعمل ايه الخطوات، بعد كده هقول لك على البوزيشننج بتاعنا هيبقى ماشي ازاي، بعد كده هنتكلم على البرسونا بتاعت البراند، لان كل براند له بيرسونا زي البني ادمين. انا وانا بكلمك دلوقتي ممكن تكون خدت عني فكره، الفكره اللي انت خدتها دي اللي هي اسمها البرسوناليتي بتاعت الشخص اللي بيكلمك او اللي موجود في الفيديو. بعد كده هنبدا نتكلم على المود بورد، بعد البرسونا والبوزيشننج هنبدا نطلع الاساس. لو انت خدت دول وفهمتهم كويس هتقدر تطلع مود بورد متناسقه مع الفكر ده او الستايل ده، وتقدر تضيف وتقدر تضيق النيش لحد ما تمسك حاجه او السيركل واضحه. كذلك برضو تقدر تشوف اليونيك سيلينج بروبوزيشن اللي هي اليو اس بيز بتاعت الكلاينت وتقدر تهايلايت عليها، ولو في كمان جاب في السوق تقدر تبوش عليها، لو تقدر كمان تضيف للكلاينت بتاعك تقول له الحته دي فيها جاب، لو انت قدرت توقف او تقدر تفوكس ان انت تقفل الفجوه دي البراندنج هيبقى اقوى، او البراند نفسه بكل اساس هيكون قوي. بعد كده تعالى نتكلم على الالوان، بس مش هنتكلم على ذوق الالوان لان كل واحد فينا له ذوقه. ممكن اكون انا بحب البلاك اند وايت،
لكن البراند او البوزيشننج بتاعه عايزه يكون مش اليجنت، يعني مش لازم يكون الوانه زي ما انت متخيل نيفي او جولد او الكلام ده. الريال استيت ليها الوانها وليها الحاجات اللي بتدل عليها. الاكل والشرب والحاجات اللي هي فيها فاست فود بتبقى ليها الوانها ودلالتها. الحاجات التانية اللي هي ممكن تكون ملابس او هكذا، كل واحد له سيكشنز. هنتكلم كمان على التايبوجرافي وازاي تختار الفونت المناسب للبراند والاستراتيجيه والشخصيه البراند نفسه. بعد كده هنتكلم على انواع اللوجو وامتى تختار نوع ونوع لا. يعني احنا دايما بنطلع تايبس اوف لوجوز للبراند للكلاينتس بتوعنا. ازاي تروح، احنا عندنا 9 تايبس اوف لوجوز، انت عندك 9 انواع من اللوجوهات. امتى انت هتطلع اكتر من اوبشن؟ الاوبشنز اللي انت هتطلعها ابستراكت، ولا هتطلعه ماسكوت لوجو، ولا هتطلعه مثلا بشكل معين؟ الاشكال دي هتعرفها ازاي؟ يعني ازاي تحدد الكونسبت او الورك مارك اللي انت هتشتغل عليها، او ان هو يطلع ابستراكت، او هتطلعه ازاي يعني. بعد كده تعالى نتكلم على فكره اللوجو نفسه. هل هي فكره بسيطه وهنروح في سكه المينيماليزم، وهل المينيماليزم هيقدر يفيد او يخدم البراند ولا لا؟ بعد كده تعالى نتكلم عن تطوير الفكره، السكتشنج. بعد كده تعالى نتكلم بقى عن الكونسبت في اس الديكوريشن، اللي هي الحاجات اللي احنا بنسميها ابستراكت او باترن للبراند بتاعك. بعد كده تعالى ننفذ اللوجو نفسه بقى. اللوجو ده هننفذه ازاي بجراد، هنطلعه ازاي، ايه البوب ابس اللي نقدر نستفاد بيها، ازاي ندخل الاي اي يساعدنا في الموضوع ده. هنخش في القصص دي كلها ان شاء الله. بعد كده تعالى نبني الهويه البصريه بتاعتنا بقى. زي ما احنا قلنا كده ان هي بتتبني بباترنز، لوجو، وفيجوال لانجوج، والسوشيال ميديا تمبلتس، والاشكال والتناسق بتاع البراند نفسه. البراند جايد لاين هي اليوسج، انت امتى تستخدم اللوجو ده وامتى لا، الحاجات دي ما ينفعش تستخدمها، وهكذا. نخش في القصه دي، وازاي تعرض على العميل، ازاي تعرض للكلاينت بتاعك وتاخد الفيزز بتاعتك. وتعالى اشرح ليك وكاننا معانا براند بنشرح عليه. فده اللي هنعمله مع بعض. انا هجيب لك براند من البراندات اللي انا اشتغلت عليها، وهبدا ناخد الستيجز دي واحده واحده، ونعرف كل حاجه بالراحه خالص، بحيث ان احنا نطلع بكورس فعلا بيتكلم عن البراندنج بشكل صح، بشكل اكاديمي، وفي نفس الوقت بشكل فكري حقيقي او استراكشر صحيح عشان انت ما تتوهش. بعد كده هنتكلم على الابكس نفسها بقى. يعني ايه الفرق ما بين ايجنسي وفريلانسنج، ولو انت بتطلع الشغل ده في ايجنسي او ان انت بتطلعه كفريلانسر، وايه البرايسنج، المايند سيت، ازاي تحط اصلا برايسنج لنفسك، وازاي تتعامل مع الكلاينت لو انت فريلانسر، وازاي لو انت معاك بروجكت مانجر المفروض ان انت تتكلم معاه، وايه الاخطاء اللي ممكن تلاقيها في السوق عشان تتكلم عليها بشكل قوي. بعد كده هنخش بقى في المرحله او الشوكيس كامله. يعني كل اللي هيتشرح جوه الكورس هي الكيس ستادي بتاعه البراندنج، من اول البريف، استراتيجي، مود بورد، لوجو، ايدنتيتي، جايد لاينز. يبقى احنا كده خلصنا اللوجو بتاعنا او خلصنا الاستراتيجيه بتاعتنا. بعد كده تعالى بقى نتكلم على المنافسين، هنحللهم ازاي ونعمل رود ماب محترمه. يعني بص، هنخش في كل التفاصيل اللي تقدر تدينا الاستراتيجيه. واهم حاجه بقى ان احنا هنعمل حاجه صغيره كده في الاخر، هنسال بعض الاسئله دي هي اللي هتخلينا نعرف هل البراندنج اللي احنا بنيناه ده ممكن الكلاينت كمان يكون موافق عليه. على فكره مش كل البراندات اللي توافق عليها هي صح، لان ممكن الكلاينت نفسه عنده ذوق، فهو ممكن يكون مشي ورا ذوقه ونسي الناس عايزه تشوف ايه، او البراندنج المفروض يمشي ازاي. فهنسال بعض الاسئله وهنجاوبها واحنا شغالين، عشان على اساسها نقول احنا عملنا استراتيجيه صح هتقدر تبني براند كويس. تمام. بعد كده هنقفل بقى بكل الكلام ده ان احنا يبقى عندنا كورس على يوتيوب مجمع مثلا ساعه او ساعه ونص بعد ما اخلص الفيزنج كله، ان انت تبقى انت بتتنقل في الفيديو كله. هيساعدك، خلاص انت دلوقتي بقيت عارف الاساسيات. خد الاساسيات وطبقها على اي براندنج. وهنقعد برضو، انت برضو ممكن تخش عندي على الانستجرام تبدا تبعت لي ونبدا ناخد راي بعض. وبشكرك، اسف لو انا طولت في المقدمه، بس انا حبيت اقول لك ايه هو الكورس
ودخلت في مواضيع طويله وبتكلم بشكل عادي جدا. حتى انا عامل برزنتيشن، انا بكلمك من البرزنتيشن اللي انا عاملها هشرح بيها الكورس نفسه. فحبيت ان انا اكون بتكلم عن البونز او الشو كيس كامله، ايه اللي انا هقوله في الكورس بشكل منطقي عشان نفيد بعض. وانا عامل الكورس ده عشان حاجه واحده بس، انا عارف ان البراندنج استراتيجي مش موجوده الا بفلوس على المواقع، وبتبقى غاليه ومش كل الناس بتقول كل المعلومات. فاتمنى ان شاء الله ربنا يوفقني ان انا اكون عندي معلومه صحيحه تقدر تساعد اي حد هيشوف الفيديو ده، وتكون حاجه يعني ليا بعد كده، وتكون مصدر لرزق الحسنات الدائم باذن الله. ويكون مثلا يعني الكورس ده يجو فايرال فيعمل ملايين المشاهدات، وكل الملايين دول لو هيتفرج عليه ويستفاد حاجه يقول لي الله يبارك لك. شكرا يا جماعه.